السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. والله أنا بصراحة طالع اليوم مش مرتب، بس بصراحة قلبي موجوع منكم وعليكم. والله أكيد انتوا عارفين اليوم للأسف ناس بتحتفل فيه بخصوص كريسماس ورأس السنة الميلادية، وهذا الحكي غلط، بس خلينا نحكي أكثر بعد الإنترو. طيب ليش انا بقولكوا غلط؟ لانه اول اشي رأس السنة الهجرية اللي هي يوم هجرة رسول الله اصلا لا تجوز الاحتفال فيها، فما بالك انك بتعترف بيوم ميلاد الرب تبعهم عند النصارى. انت هيك بتكون ضيعت اهم اشي في دينك. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فوالله يا اخي ويا اختي، ما في شيء مستاهل انك تضيع دينك عليه. والله ما في شيء مستاهل انك تضيع دينك عليه. كل هذا كلام فاضي وانت مش مستفيد اشي اصلا. هذا للاسف انبطاح للغرب والناس مش فاهمه. على فكرة اغلب الناس اللي بيعملوا هاي العمايل ما بيكونوا فاهمين، بيكونوا بس شايفين انه الاجانب بيحتفلوا فيه. اوه هذا اختراع كثير مرتب، بالذات عندنا في الاردن. يعني انا اسف على اللي بحكيه بصراحة، بس الموضوع جدا مؤلم، جدا جدا مؤلم. انا لو اطول اوريكم شو بصير في الايام هاي ما بقصر، بس للاسف راح اخد اثام بالهبل، هاخد اثام كثير على الموضوع. هاي الحكي الي والكم، الي بقولها لحالي. على فكرة انا شاب زي اغلبكم، كنت نفسي اطلع وانبسط في اليوم هذا، بس ما بجوز. بس ادلك على شغله انت تحتفل فيها. ها حبكت معك بدك تحتفل الساعة 12 بالليل هيك عند دخول السنة الجديدة، قوم صلي لك ركعتين. والله ما تشدد الموضوع، بالعكس الموضوع هيك انت بتكون انهيت السنة القديمة اللي 2024 طاعة، وبديت السنة الجديدة بطاعة. انت بتحتفل على ايش؟ يعني انت بتحتفل انك راح تموت. المشكلة كنا راح نموت ما اختلفنا. انت بتحتفل انه خلص من عمرك وقت، انه خلص من عمرك سنة. انا مش محضر المشكلة، انا لو محضر بطلع بحكي كثير شغلات، بس انا مش محضر. انا حاليا بصور الساعة 2 ونص بالليل، نفس اليوم راح ينزل فيه هذا فيديو 2 ونص بالليل، قاعد بصور او بسجل يعني. لسه راح ابلش مونتاج وراح انشرها اليوم ان شاء الله على العصر. ما اعرفش امتى راح تنزل لكم بالضبط، بس على العصر ان شاء الله. فلو سمحتم بلاش الاشياء اللي بتصير كل سنة. بلاش. انا كنت المفروض انزله اصلا من اسبوع او اصور الفيديو هذا من اسبوع، بس انا مريض. إلي اسبوع مريض من انفلونزا ودور رشحة غريب يعني. فاوصيكم يا اخواني واوصي نفسي اولا بتقوى الله عز وجل. بس هذا كل كلام بدي احكيه. كان معكم اخوكم عماد محمد. سلام عليكم.